سلام سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيت بعد ما طولت شويه عليكم الغيبه، وجيت معايا بهذا الكعك اللي يخرج ما شاء الله. كعك ناس الغرب، حنا هنا في وهران نديرو بهذه الطريقه. يخرج ما شاء الله، يخرج خفيف مقطن وبنين بزاف باسكو يجي مزرع. انا الوصفه هذه معتمدتها منذ سنوات، وراني معتمدتها ان شاء الله كمشروع. يعني هاد لا فيديو مادام العيد الكبير راه على الابواب، تقدروا تسجلوها عندكم وتجربوها. واصحاب المشاريع راح نقاسم معاكم السعر تاع لا كونتيتي اللي راح تخرج لي، وسعر الحبه، والسعر بالكيلو، وكاع اسرار نجاح هذه الوصفه. إلا كنتي أول مرة تشوفي قناتي، مرحبا بك حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. صلوا على الحبيب المصطفى ونبداو في الوصفة تاعنا. بسم الله على بركة الله. هنا جبت ريسيبيون ولا قصعة، درت فيها كاس تاع الحليب الدافي وكاس تاع الماء دافي تاني. راح نزيد لهم ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز. راح نزيد لهم مغرف كبيرة تاع السكر كما شفتوني. نخلط هاد المكونات مع بعض ونخليهم يرتاحوا ربع ساعة. هنا تقدروا هذاك الماء ديروا فيه الزرارع تاعكم وتخلوه يغلي وتستعملوه. هنا ضفت كمية تاع السكر اللي هي كاس، كاين اللي يقدر يدير اقل. نص كاس تاع الزيت، هذا الكاس كما شفتوا العبر اللي تبدو به تكملوا به، يعني لا بديتوا بغرفيه كملوا بغرفيه، بديتوا بكاس كملوا بكاس. هذا الكاس يرفد 220 مليلتر. ملعقه كبيره تاع الزرارع اللي هما شنان والنافع وحبه الحلاوه. هادو 3 زرارع ديروهم سوا حب سوا مطحونين. نضيف حبه تاع البيض، وكما قلت لكم حنا امهاتنا بكري يحكموا الزريعه هذيك مع القشور تاع التشينا وقشور تاع الليم. هنا درت لافاني ودرت الملح، ملعقه صغيره لافاني وملعقه ممسوحه صغيره تاع الملح، والزاز تاع الليمون. قلت لكم الزرارع تقدروا تغلوهم في الماء مع القشور تاع التشينا والليم، كي يغلوا مليح تصفوهم وتخلوهم يدفاو وتستعملوهم، راح يعطوكم تاني بنه ما شاء الله. يعني الكعك تاعكم يجي منسم ويجي البنه وريحته يجي ما شاء الله. بعد ما خلطت كامل هذوك المكونات راح نبدا نضيف فرينه. درت الكاس الاول الثاني. ندير كيس تاع خميره كيماويه الوزن تاعها 10 غرام، يعطينا خفه الكعك تاعنا. نخلط هكا بالفوي، ومن بعد نخلط مليح. ندخل هذيك الفرينه في الخليط، نبدا نضيف كميه اللي بقات 3 4 5 6 نورمالمون. دخلوا لي 6 كيسان تاع الفرينه، دوك تشوفوا بلي بقى لي نص كاس تاع الفرينه من كيلو كامل. يعني هنايا الكميه تختلف على حساب نوعيه الفرينه. دائما نقول لكم كاين نوعيه اللي تشرب سوائل وكاين نوعيه ما تشربش بزاف سوائل. المهم هذا الكعك ما يحتاج عجن كبير، بمجرد انك تلم العجينه سي بون. اللي عندها البيتخان تجم تعجن بالبيتخان راح ينقص عليها بزاف تعب. ما عندهاش معليش تستعمل يدها. انا مالغري عندي بيتخان بصح قلت نخدمه بيدي معاكم. نخبطه خبطه ولا زوج كيما هكا ونخلوه نغطوه ونخلوه يخمر معنا. لاستيس والعفسه كامل راهي في كيما نقولوا خلوه يتلاصق في اليد كيما هكا، ما نشفوش العجينه تاعنا باش يجيكم خفيف. وتاني العفسه الزوجه انكم راح ديغازوه واحد زوج خطرات، يعني تخلوه يخمر وتعاودوا تهبطوا لهذاك الخمور. انا خطيته غطيته خليته على جهه. شوفوا كيف ضعف حجم العجينه، يعني خمر معايا. نعاود نديغازيه، ندير غير شويه ما في يدي ونديغازيه بهذه الطريقه، نخرج له كاع الغازات اللي راهم فيه بشويه تاع ماء. فوالا، ونعاود نغطيه ونخليه يطلع للمره الثانيه. هاد المره قادرين تعاودوها زوج حتى 3 مرات عادي، كيما الخبز. يعني كيما تخدموا بهذه الطريقه حيجيكم خفيف ومقطن. هنا سي بون، عاود طلع معايا. نجيب شويه زيت في يدي، نعاود كيما هكا تاني نديغازيه كيما تقدروا تعجنوا على البلون دو طرافاي. دوك تشوفوا معايا الطريقه. هنا راني نخرج كاع الغازات اللي فيه. فوالا، دهنت البلون دو طرافاي تاعي بشويه زيت باش ما يلصقش معايا باسكو العجينه طريه. عجنته شويه. صدقوني هذا الكعك يجي بزاف شباب منسم، بنته بنه وخفيف ما يتشبعش. نجيب هنا الكوبات ووجدت الميزان تاعي باسكو راح نديرو مشروع. الوغ لازم عليا نوزن كاع كيف كيف، لازم الحبات تاوعي كاع يخرجوا كيف كيف. ميزان هذا مراش غالي البنات، شروه تحتاجوه خاصه اصحاب المشاريع. مهم هنا وزنت 100 غرام لكل حبه.
ديروا 100 غرام في كل حبه باش الحبه تاعنا يجوا كامل متساويين، ونلمهم كيما هكا بالطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، ونحطهم في بلاطو على جهه. مشروع هذا فريمون مربح بزاف اخوات، اعتمدوا هذا المشروع وما شاء الله يتمشى. يعني تقدروا تبيعوه كما نقولوا لي سوبيغات، تفاهموا مع المول سوبيغات، تحطوا عنده كميه كل يوم. كما تقدروا تحطوه عند صحاب الكواشي، تقدروا تحطوه في صحاب القهاوي يعني، ولا تبيع حتى من بيتك، ديري صفحه خاصه بالمخبوزات ولا الحلويات وتحطي وتبيعي على روحك. يعني رزق على ربي، انسان فقط يسعى ورزق على ربي سبحانه، ماهوش حاجه اللي تعب ولا تعيي. تنوضي بكري ديري العجين تاعك تخليه يخمر، ديكازي 2 خطرات ولا تشكلي كيما راني نشكل فيه، وتوجدي الكعك تاعك. كيما هنا عطاني كميه تاع 11 حبه البنات. نجيب بابي كويسون، ندير شويه زيت في يدي ونبدا نشكل في الكعك تاعي. ساهله مهله، كيما كورتهم كاع ريحوا لي واحد 10 دقائق وبديت نشكل في حبات الكعك تاعي. ندير دويره كيما شفتوني في الوسط، شغل راني نخدم في السفنج يعني، ونحل الحبه تاعي. هنا الحبه الحجم نتوما اللي تتحكموا فيه، ما نديروش كبير بزاف ما نديروش صغير، يعني موين متوسط. حاول نديرهم كاع كيف كيف، نحلهم بهذه الطريقه ونخبزهم. كي نحلهم نحطهم على البابي كويسون، نخبزهم كيما راكم تشوفوا معايا. طريقه راهي واضحه بزاف، مليح مليح في لا فيديو. وانتي حبيبتي لو كنتي اول مره تشوفي قناتي، مرحبا بك، ما تنساش اشتراك تفعلي الجرس باش يوصلك جديدي. وانتم يا البنات الى عجبتكم وصفاتي جربتوها ونجحتوا فيها، ماذا بيكم من باب التشجيع والتحفيز انكم ديروا جيم لا فيديو، تبارطاجوها، ما تبخلونيش بليجاب تاعكم وتعليقاتكم الايجابيه. هنا بعد ما حطيت الحبات تاعي نجيب المقص كيما هكا ونبدا نفرم في الكعك تاعي. نخلي بين كل تفريمه واختها حوالي 2 سنتيمتر. اللي ما عندهاش مقص تقدر عادي تخدم حتى بالسكين عادي. المهم تشكلوا الكعك تاعكم. كاين اللي ما يديرش هذه الطريقه يخليه سامبل. فوالا دوكا اش ندير، نغطي الكعك تاعي ونخليه يزيد يخمر اخر مره. شوفوا بعد ما خمر ما شاء الله كيفاش ولا ضعف الحجم تاعه. نجيب حبه تاع البيض، زدت لها شويه تاع القهوه، وزدت لها نصف ملعقه صغيره تاع لافاني باش ما تبقاش ريحه تاع البيض في الكعك تاعي. خلط مليح هذا الميلونج وندهن حبات الكعك بالبانسو بهذه الطريقه، نغطي كامل الحبات تاعي. هذا الوقت اللي راني ندهن فيه نشعل الفور تاعي على 180 درجه مئويه. نحط من بعد اون فوا نبغي نطيبه، راح نحط الصينيه تاعي في الوسط، لانه بالخف ما يشدش الوقت طياب الكعك تاعنا، بالخف يطيب. اتونسيون عسوه من تحت اون فوا تشوفوا الجوانب بداو يحمروا وينشفوا، يعني صاي يكون طاب الكعك تاعكم. وتشعلوا له من الفوق، تخلوه تاني يتحمر مليح. كل ما تحمر مليح راح يجي الشكل تاعه شباب مليح. هنا المهم كتزيين راح ندير سكر كما تشوفوا، جهه درت لها السكر العادي سكر كريستاليزي، وجهه ثانيه درت لها شويه ججلان. كان عندي ججلان، تستعملوا الججل الاحمر ولا الابيض، المهم ديكوراسيون خفيفه للكعك تاعكم باش يجي الشكل تاعه شباب. اي فوالا النتيجه اللي تحصلت عليها كعك منفوخ ما شاء الله. الحبه شوف كيفاش طالعه، كيفاش مفرمه، كيفاش محمره، الله الله يخرج ولا اروع. ما الذوق تاعه يا البنات ما نحكي لكمش، بزاف بزاف بنين من السم. يعني كي تحلوا الحبه تشموا الريحه تاع الزريعه تاع الشنان تاع حبه الحلاوه. المهم وصفة لا يعلى عليها، نتمنى كامل تجربوها. واللي راهي باغيه تعتمد هذه الوصفه كمشروع نقولك حبيبتي ابداي من دروك، ابداي من دروك، ما تضيعيش الفرصه. سورتو راه جاي العيد الكبير، اخدموا لي كوموند للعيد الكبير ان شاء الله. راح نشارك معاكم اي وصفه خاصه بعيد الكبير ولا عيد الأضحى، وخاصة بلي كوموند أو طلبيات أو مشاريع. يعني أي حاجة راح نديرها راح إن شاء الله نشاركها مع خواتاتي. المهم هنا الكعك تاعنا خرجنا، قلت لكم كيفاش تعرفوا قيمة الحبة ولا شحال السعر تاع الحبة. شوفوا تحسبوا كاع المقادير اللي درتوهم وتضربوهم في 2، وهذيك القيمة تقسموها على عدد حبات الكعك. كما أنا خرجت لي حوالي 22,000، نضربها في 2 وزيد نقسمها على حبة تاع الكعك تخرج لي حوالي 4000 وشويه. المهم الا كنتي راح تبيعيه انتي من الدار راهم يبيعوه 5000 للحبه، الا كنتي راح تبيعيه مول سوبيغات ولا مقهى بيعيه له 4000 باش هو يدي هذيك الفايده تاع 1000 فرنك، وتبيعي له 4000 للحبه. اما سعر الكيلو راه يدير 50,000 للكيلو، تخرج غير نفس النتيجه. يعني عطيتكم كاع كيما نقولوا. والمواد اللي راح تخدمي بيهم حاولي تشري بالقرو باش تخرجي بالفايده.
دائما حاولوا تشرو كيما الفرينه 25 كيلو، كيما السكر، كيما الزيت، المهم اشرو كلشي اون غرو هكا طيحوا في الفايده تاعكم. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم حبيباتي. شوفوا انا راح ندير في ساشيات بهذه الطريقه، ديروا 3 حبات كل 3 حبات مع بعض في ساشي وتفاهموا مع مول سوبيرات كل يوم حطوا له كونتيتي. فوالا ان شاء الله ربي كاع يوفقكم. لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش جيم تبارطاجوها، ونقول لكم الى فيديو اخر، مشروع اخر، وصفه اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.